بالنسبه للفيديو اللي فات بتاع التجميع الرخيصه اللي عملناها، ناس كتير سالت ازاي نعرف نشتري كارت استيراد، ازاي نعرف نشتري كارت شاشه مستعمل. النهارده هنتعلم ازاي نشتري كارت شاشه مستعمل مع بعضينا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نشتري كارت مستعمل. انا النهارده كمثال، وهو الكارت اللي انا استخدمته في التجميع اللي فاتت، وهو كارت الار اكس 570. دي نسخه الام اس اي، نسخه كانت كويسه جدا في الاختبارات بتاعتها الحقيقه، وادت اداء كويس جدا. ولكن ازاي نتعلم سوا نشتري كارت؟ لما نزلت ودورت في اسعار الكروت، لقيت ان اسعار الكروت متفاوته بشكل غريب جدا. في كروت اضعف من ده سعرها اغلى منه عشان بس هي اسمها معروف او اسمها مشهور، وفي كروت كانت بتقدم قيمه كويسه جدا جدا جدا، من ضمنهم كان الكارت ده. بالنسبه لكارت الار اكس ال 570، فالكارت ده بيجي ب 4 جيجا رام من نوع الجي دي دي ار 5. طبعا الكارت قديم الى حد ما، ولكن هنتعلم النهارده سوا ازاي نكشف على حاله الكارت ونعرف هل الكارت ده كويس ولا الكارت ده ايه. نبتدي اول حاجه تجميع زي اللي عملناها في اول فيديو خالص، ارخص تجميع موجوده في مصر، الرايزن 5 3600 والبورده بتاعته الاثنين مع بعضين بيجوا ب 6000. حط لك مثلا عليهم 1000 جنيه رامات عاديه خالص، استيراد عاديه خالص بتردد 2600 مثلا، بقينا بنتكلم في 7000 جنيه. حط لك عليهم ام دي 2 240 جيجا ب 950 جنيه، 1000 جنيه كده بنتكلم في 8000 جنيه. كيسه وباور كومبو بنتكلم مثلا في حوالي 11000 جنيه. نيجي بقى عند المشكله الاهم، كارت الشاشه. ازاي بقى نشتري كارت شاشه استيراد؟ اول حاجه نبتدي بالفحص الخارجي للكارت. بالنسبه لفكره الفحص الخارجي، فهنبتدي اهم حاجه عندنا في الكارت شكل الكارت من بره، حاله الكارت العامه، واحنا في وش الكارت هنا نبتدي نبص على المراوح بتاعه الكارت، سواء الكارت جاي مروحتين، جاي بثلاث مراوح، ايا كان عدد المراوح اللي هو جاي بيها، او حتى جاي بمروحه واحده. نبتدي نشوف هل المراوح دي فيها كويل وايننج او المراوح فيها مشكله عموما. بنثبت ايدينا على جنبين المراوح من بعيد كده، ونبتدي نهز في المروحه، نشوف المروحه بتلق ولا عادي هزتها الطبيعيه بتاعه الملف بتاعها. طبعا زي ما احنا شايفين مثلا هنا الكارت الحمد لله المراوح بتاعته كويسه، المراوح ما بتطلعش بره مكانها. البروز او الخلوص بتاع المراوح من الكارت مش بارز، يعني مثلا لو بصينا كده خلوص المراوح ممتاز مع الكارت، المراوح مش خارجه من مكانها لبره ولا غطسانه لجوه زياده عن اللزوم. طبعا الناحيه هنا البادي بتاع الكارت نفسه هو اللي واطي شويه. بالنسبه لمساله المراوح دي، في حاجه مهمه كنت عايز اوريها لكم. ده مثلا كارت مستعمل، كارت موديله قديم. ده كارت جديد لسه ما فيش، يعني ما اشتغلش، يعتبر ما عملش اي حاجه. بص مثلا هنا فكره المراوح دي اللي انا بكلمك عليها. بص خلوص المراوح كده، مثلا المروحه بايته في مكانها بالملي، طبعا مع فرق الشاسيه. الشاسيه هنا مسطح شويه الى حد ما، هنا في روشنه كتير. بص مثلا المراوح ما فيهاش كلمه، ما فيهاش هزه واحده، ما فيهاش اي حاجه. بص اما المراوح مثلا لما تيجي تشتري كارت، بص هتلاقي ايه الونه دي، طالما هي في المعدل المعقول منه مفيش مشكله. طبعا ده تقدم مع العمر وهكذا، المهم انها ما بتبقاش بترقص، ما تبقاش خارجه لبره، ما تبقاش بارزه. طيب خلصنا من وش الكارت، نبتدي نبص على المداخل بتاعت الكارت. طبعا كارت زي اللي معانا ده بيجي بمدخلين ديسبلاي بورت، مدخلين اتش دي ام اي ومدخل دي في اي. اظن المدخل القديم ده مش ناس كتير عارفاه، ولكن كان موجود ومنتشر جدا الفتره دي، بس ما بينقلش صوت. المدخل ده كويس جدا بس ما بينقلش صوت. طبعا الديسبلاي بورت عشان لو هنحاول نشغل شاشه تكون اكتر من 120 هرتز، وطبعا اتش دي ام اي لو هتقف عند ال 120 هرتز. نبتدي نبص على حاله المداخل بتاعت الكارت، هل الحاله بتاعتها كويسه، هل فيها حاجه مكسوره، هل فيها حاجه. طبعا هنجربها تجربه كامله الاول. نبتدي بقى نبص على ظهر الكارت. طبعا كارت زي اللي انا اشتريته ده انا كنت واخد عليه ضمان 6 شهور، ودي حاجه مهمه جدا لما تيجي تشتري الكارت. شوف اللي بيبيعه لك لو انت مش هتشتري حاجه استعمال شخصي، وخلي بالك يعني استعمال شخص ده موضوع فيه كلام كتير، ولكن لو انت هتشتري كارت من محل حاول تتاكد المحل ده هيديك ضمان على الكارت ولا لا. نبتدي نبص على الكارت نفسه من ورا، نحاول ندور هل الكارت ده مثلا عليه اي لحامات، في اي مكان لفلكس لسه موجود على الكارت. الفلكس ده للي ما يعرفش هي الماده اللي بيبتدي يحطها بتاع الصيانه على البورده عشان تحمي بقيه المكونات، وفي نفس الوقت تسخن القصدير كويس قوي عشان يبتدي يفك، عشان لو عايز يغير مقاومه او دايود او اي حاجه. طبعا بالنسبه للكارت اللي معانا ده، الكارت اللي معانا ده كان جاي مقفول بلزقه الشركه بتاعته. اللزقه دي ممكن تتضرب، ممكن تتضرب عادي جدا، بس اللزقه المضروبه عن لزقه الشركه بتبان. لو حاولنا مثلا نشيل الكارت اللزقه دي بالراحه من اي جنب من الجناب مثلا، اللزقه طبعا ملزوقه كويس جدا، نبتدي نحاول نشوف اللزقه مكتوب عليها ايه. مثلا في الحاله بتاعتنا مكتوب عليها فاكتوري سيل، نحاول مثلا نشيلها باي جنب من الاجناب، نشوفها مثلا بارزه من اي ناحيه مثلا او كده، لكن لا، يعني اللي انا شايفه ان اللزقه ملزوقه كويس جدا، ما فيهاش اي مشاكل. طيب كده بالنسبه لنا الكارت ده مقفول. قبل ما نفكر هنفتحه وهنغير له ثيرمال بيست وثيرمال بادز ولا لا، لازم نختبر الكارت ونشوف درجات حراره الكارت الاول. لو درجات حراره الكارت كويسه
مش لازم نغيره دلوقتي، ممكن يكون الكارت كان مركون بقاله فتره. من الحاجات المهمه جدا برضو ان احنا لازم نبص على البي سي اي بتاع الكارت، هل سليم، هل في اي مشاكل، هل في اي حاجه بايظه فيه، ويتنضف كويس. لو هو مطرب او حاجه عادي، ده شويه اكاي بيتنضف بيهم وخلاص على كده. ده بالنسبه للاختبارات الظاهريه بتاعت الكارت. كده احنا خلصنا الاختبارات الظاهريه، لازم نخش بقى في اختبارات الاداء، ودي اهم حاجه. يلا بينا نخش على اختبارات الاداء. طبعا عملت منصه اختبار كويسه للكارت ده. امكانيات المنصه كالاتي: البروسيسور رايزن 5 3600، البورده البي 450 مع رامات 16 جيجا، تردد 3200 ميجا هرتز، عنده 240 جيجا للنظام مع اس اس دي لتخزين الالعاب والبرامج. طيب احنا خلاص خلصنا التشيك اوت على الكارت من بره، نبتدي بالتشيك اوت الداخلي للكارت. المشكله لازم ناخد بالنا منها في الكارت وهي الديد اور ستاك بيكسل، يعني هل الكارت ده فيه اي نقط علقه، فيه اي الوان بايظه فيه. طيب دي بنختبرها بكل بساطه ازاي؟ ان احنا بنجيب صفحه بيضاء خالص وصفحه سوداء خالص وندور فيها زي كده. مثلا بنجيب مثلا بلاك سكرين تيست، نقعد نبص مثلا نشوف هل الكارت مثلا فيه اي مشكله، نبتدي نشوف مثلا هل الكارت فيه اي مشكله، فيه اي نقطه مش في اي بيكسل مش مظبوطه. وخلي بالكم ده اختبار بينفع للشاشات كمان. طيب مفيش اي حاجه في الاسود، طب خلاص ناخد الابيض. طيب مفيش اي حاجه في الاسود، خلاص ناخد الابيض خالص. طيب احنا شايفين ان تمام الحمد لله مفيش اي ديد بيكسل او اي ستاك بيكسل، يبقى نخش على الاختبار اللي بعد كده. طيب الاختبار اللي بعد كده هو الاوفر هيتنج. الاوفر هيتنج ده يعني عايزين نشوف الكارت ده درجه حرارته بتمسك قد ايه. خلي بالكم النسخه اللي معانا دي المروحه بتاعتها سمارت، ما بتشتغلش لما درجه حراره الكارت بتعدي ال 50. احنا هنا مثلا شغلنا في المارك على فول اتش دي، بنسيب الكارت مثلا 10 دقائق، ربع ساعه مش مشكله، نص ساعه طالما الوقت سامح بالنسبه لك، ونبتدي نشوف الكارت درجه حرارته هتوصل لحد فين وتثبت عندك كام. هي غالبا كروت اي ام دي بتثبت على ال 70 73 74 72 لحد 75 مفيش مشكله. كروت انتل لا بتثبت على اقل من كده، وخصوصا كروت اي ام دي القديمه. كروت انتل لا بتثبت على اقل من كده بكتير. هنسيب التست شويه لحد ما نشوف درجه الحراره عندنا هتوصل لحد فين. طيب بعد ما سيبنا الاختبار شويه زي ما احنا شايفين ان درجه الحراره بتاعت الكارت واقفه عند ال 74 75، ما عندناش ثروتلينج جامد، يعني الثروتلينجات كلها بسيطه، بتبقى غالبا كل دي من البرنامج، لكن في الغالب استهلاك الجهاز ثابت. سرعه المراوح عندنا يا دوبك وصلت ال 2000، كانت ثابته عند ال 1750 وصلت عند ال 2000. لكن في الاجمال درجه حراره الكارت كويسه، ولازم نراعي في الموضوع ده عمر الكارت. ده مش هنقارنه بكارت لسه جديد مفتوح من كرتونته. في اختبار تاني مهم بنعمله للكارت، الكويل وايننج او الصوت اللي بيطلع من مراوح الكارت. هل الكارت ده مراوحه بتطلع صوت عالي؟ ده لما بنضغط الكارت على اخره والمراوح بتبتدي تشتغل توصل مثلا 2000 ار بي ام 1800 ار بي ام مثلا، بنبتدي نقرب ودننا نحاول نسمع صوت. هل في كويل وايننج؟ هل المراوح بتزن مثلا؟ هل في اي مشكله؟ طيب لو في مشكله من دي خلي بالك لازم تكون جاهز ان المروحه دي عمرها خلاص كده قرب يخلص. هنبتدي مثلا نخش على لعبه، نشغل نرفع اعدادات اللعبه دي كلها، نرفع اعدادات اللعبه على الاخر ونبتدي نخش نجرب اللعبه دي. واحنا بنجرب اللعبه دي لازم نكون مشغلين برنامج زي MS افتر بيرنر، البرنامج اللي بيتابع لنا درجه حراره واستهلاك الكارت والذاكره بتاعه الكارت شغاله ايه. خلي بالك ان انا مشغل الكلام ده كله مع تسجيل الشاشه، فبرضه ده بيأثر على اداء الكارت شويه. ولكن احنا بنتكلم في درجه حراره في الالعاب مثلا بداية كده هي 58%. نتأكد ان الكارت بياخد استهلاكه للآخر، بيوصل لسرعات كويسة، بيستهلك الكلوك سبيد بتاعته كويس، ونبتدي نمشي فيه شوية نلعب بيه شوية. عندنا مثلا استهلاك الكارت اهو 99%، الكلوك سبيد بتاعته 1281. طبعا بعد ما لعبنا عليه شويه راجعنا درجات حرارته وراجعنا كل حاجه فيه، امورنا الحمد لله كويسه، استهلاك الكارت كويس، مفيش اي ثروتلينج كبير في الاداء بتاع الكارت. ولكن برضو لازم نعرف ان لعبه زي لعبه جوست رانر مش لعبه متطلبه قوي على الكارت، احنا محتاجين لعبه تكون اتقل من كده، فطبعا هنحتاج لعبه تقيله، ومفيش احسن من لعبه يا دوبك لسه نازله ما بقالهاش فتره كبيره بتضغط جدا على الكارت للاخر نجرب بيها. هنقعد نلعب فيها شويه. احنا طبعا اللعبه دي للاسف الكارت ده مش عارف خلينا نلعبها على اعدادات عاليه، فاحنا طبعا مظبطين الاعدادات كده شويه وعاملينها على متوسط مع شويه حاجات عاليه عشان نقدر نجرب اللعبه. بس هي طبعا الفكره ان اللعبه ضغط على الكارت بالشكل اللي احنا محتاجينه. والله يكون ان كارت زي ده مشغل لعبه زي دي على متوسط من 30 ل 35 فريم، دي حاجه كويسه جدا. اي نعم الاعدادات متوسطه وكل حاجه، بس يا جماعه الكارت ده بكام يعني؟ طبعا احنا في المايه الكارت هيعاني شويه، وخلي بالك برضو ان برنامج التسجيل اللي شغال ده برضو هيأثر جامد جدا. ولكن برضو بفضل الله درجات الحراره كويسه والدنيا كويسه برضو.
طيب وبعد شويه تجربه وضغط على الكارت ولعب على الكارت شويه، درجات الحراره كويسه، استهلاك الكارت كله مظبوط كويس ما فيهوش اي مشاكل، وده يعتبر اختبار كويس قوي للكارت. دي بكل بساطه الطرق المناسبه اللي انت تقدر تختبر بيها كارت مستعمل قبل ما تشتريه. لو انت شاري الكارت من محل، خلي المحل يجربه لك كويس الاول، حاول تطلب الاختبارات اللي انا وريتها لك دي، اطلب على الكارت ضمان، وبعد كده خد الكارت في البيت، جرب عليه الاختبارات بتاعتك وكمل عليه اختبارات براحتك. لو لاحظت اي مشكله او اي حاجه في الكارت، خلي بالك انها ممكن تكون مشكله سوفت وير، ممكن تكون مشكله ابديت، ممكن تكون مشكله من جهازك نفسه. دور في المشكله الاول، او ابعت لي اسالني، اللي محتاج اي حاجه يبعت لي يسالني على فيسبوك في اي وقت، ما فيش مشكله. او دور على الحل، مثلا اسال على يوتيوب، مثلا اسال شات جي بي تي، اسال جيميناي، او اي حاجه من هذا القبيل. يعني لقيت ان في دي مشكله هتبقى من الكارت نفسه، وخلي بالك ان الاختبارات اللي انا عملتها لك كل المشاكل اللي فيها تطلع من الكارت مباشر، عدا ذلك ان شاء الله مش هيكون في عندك اي مشاكل. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالفيديو، مستني رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.